السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. كما تشوفوا اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد. هذه الزبده البلديه كما تشوفوها ان شاء الله غنشاركها معكم. انا هاد الزبده البلديه خرجتها يعني ما كلفت عليا حتى ريال صراحه. بقاو معايا باش تعرفوا الطريقه وكيفاش يعني صاوبتها. بسم الله على بركة الله نبداو. انا كي بديت نصور الاول ما ردتش البال، يعني ضاع لي المقطع ديال كيفاش جمعت هاد الزبده ولا القشطه. هذه خديت انا تناخذ الحليب ديال البقر، يعني اللي تناخذوه من عند المحلبات. تنشري الحليب يعني اللي تنستعمل، تنغليه. من بعد ما تنغليه تنخليه يبرد. ملي تيبرد تيطلع داك الفراره الفوق. داك الفراره كما تعرفوا اغلبيه ديال الناس تيلوحوها حتى حنا ملي تجينا في القهوه تطلع لنا الفوق هكا تنحيدوها نلوحوها. هذيك انا ملي تتبرد تنحطو في الثلاجه، يعني تيبرد تطلع الفوق تنجمعها هكا في دي بواط، هكا في بواطه يعني صغيره، وتنحطها في الفريكو. تنبقى كل ما تنغلي الحليب تنحطها. هذا اللي صاوبت يعني هاد المره. هذا الحليب ديال رمضان، يعني راه من رمضان هي عندي في الفريكو، يعني كنت استعملته في رمضان، كنت نستعملو، يعني تنجمع ليه ديك الفراره ديالو وتنحطها. يعني خديته كله كما شفتوا. حطيته في الفريكو. من بعد ملي بغيت نستعملها نصاوبها جبتها درتها هكا في الخلاط على هذا الشكل. ويعني تحطيها في الخلاط، يعني تميكسيها بحال تديري شي عصير شي حاجه، يعني ما فيها حتى شي حاجه. هنا كما تشوفوا من بعد ما خلطتها زدت معاها واحد الطريفه ديال الثلج، يعني داك الثلج باش يبرد ليا داك الزبده وتجمع معايا دغيا. صافي وتنخلط. هذه هي الطريقه، ما فيها حتى شي حاجه، ساهله وتطلع لك زبده يعني بلديه 100% وجديده ومصاوبه بيدك وما مكلفه عليك والو. كما قلت لكم يعني هذيك الفراره راه عاد تلاح حتى تمشي هكاك. هاني كما تشوفوا دابا هنا كيفاش تجمعات عندي. دابا هنا غنزيدها واحد شويه ديال الماء، ونخلط باش غادي تفصل يعني الحليب هذا الزبده بوحدها والماء بوحدو. الماء اللي فيها يتحيد كما تشوفوا هكا جمعات. صافي هنا انا عاوتاني نرجعها كما قلت لكم. زدت واحد شويه الماء القياس تاع الماء صافي. المقطع ديال الماء وقيلا ما تصورش حتى هو معايا. صافي وتنخلط. الماء ما تخافوش منه اصلا، لان الماء غيبقى بوحدو. من بعد غتصفى الماء يبقى بوحدو والزبده غتجمع بوحدها. شتو هذوك النقيطات تيبانوا لكم في الخلاط، يعني هذيك راه الزبده. ها هما كما تشوفوا الزبده ولات بوحدها والماء بوحدو. دابا غادي نحيدها نصفيها. يعني من غير حتى شي حاجه، يعني الحاجه يعني تنرميوها. يخرج لي يعني كميه زوينه وماشي بزاف، راه واحد البويطات صغار 4 منهم. انا دابا صفيتها. دابا هذيك هي الزبده اللي عندي. هذه ديما تنديرها انا، ماشي اول مره. اليوم قلت نشاركها معكم. ها الباقي حتى هو ها هو صفيته. هنا خديت واحد البوله هكا درت فيها الماء ودرت فيها الثلج، ولا ديروا الماء بارد باش غادي نغسلها باش غادي تجمع معايا، حيت راه مع التخلاط سخنات. صافي هنا غادي نصبها هكا بداك الماء ونجمعها. من هنا نغسلها شويه من داك الحليب اللي مازال فيها، ومن هنا تجمع ليا يعني تشد راسها. صافي على هذا الشكل تنجمعوا الزبده ديالنا. وحنا عندنا زبده بلديه يعني ناكلوها وعينينا مغمضين. هاد الكميه خرجت لي رابعه 250 غرام اللي خرجت لي كما تشوفوها نتوما. هي في يدي يعني كورانيت ديال الزبده. صافي غادي نحيدها هكا، غادي نحطها تبرد في الثلاجه ومن بعد غادي تشوفوها يعني. شكرا للناس اول مره تدخل عندي، مرحبا الف مرحبا. ما تنساوش البارطاج وما تنساوش لي لايك، يعني فضلا وليس امرا.
ولأول مرة تيدخل يعني يتابع القناة ديالي، يعني عجباتو يتابعها، مرحبا به، وشكرا وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. هذه هي الزبدة ديالي كما تتشوفوا بعد ما جبدتها هذه في الصباح باردة، هاني قطعتها فطرنا نيت منها. يلا ما تنسوش لي لايك كما قلت لكم، والى اللقاء في فيديو قادم.